تحيا مصر دائما وابدا. مشاهدينا مستمرين مع حضراتكم في تغطيه حيه على الهواء مباشره وعلى مدار الساعه لسير العمليه الانتخابيه لمجلس الشيوخ 2025. بدايه اشكر الزميله غاده الدسوقي، ونبدا هذه الفتره في هذه التغطيه الحيه الذي نسميها ملحمة وطنية للشعب المصري في حب مصر. بداية معي ضيفي الكريم اللواء الدكتور خالد مصطفى إدريس، مساعد مدير أمن كفر الشيخ سابقا وعضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة. أهلا بك يا فندم معنا. اهلا بحضرتك يا فندم. أهلا اهلا وسهلا. بحضرتك. اهلا بيك. يعني طبعا بداية احنا عايزين نتكلم عن حاجات كتيرة جدا، ونحاول بقدر الإمكان ما فيش حاجة تفوتنا. لكن هبدأ مع حضرتك في البداية. ما قامت به الدولة المصرية بكافة أجهزتها ووزاراتها المعنية وتسخيرها للمواطن حتى يستطيع الوصول إلى صندوق الاقتراع ويدلي بصوته. ماذا عن حجم مجهودات الدولة المصرية التي بذلتها من أجل المواطن المصري للمشاركة في هذا الحق الدستوري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا في البدايه انا بحاول اقول ان الشعب المصري آه، فعلا اثبت ان هو شعب فاهم وواعي لاهميه الانتخابات وحقه في التصويت، وده حق دستوري بيحافظ عليه. والحقيقه ان الدوله المصريه برئاسه رئيس فتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء بيدعم الديمقراطيه داخل الدوله والجهات كلها وتحفيزها انها تقف كلها صف واحد خلف الدوله علشان نقوم بانتخابات مجلس شيوخ محترمه وتظهر الصوره الايجابيه للشعب المصري المتفاعل من 2014 بعد الثوره المجيده للدوله المصريه وحمايه الدوله المصريه وتاسيس للدوله او الجمهوريه الجديده للدوله المصريه. مم. وطبعا زي ما حضرتك عارف ان القانون والدستور كان من ضمن المبادئ اللي هم نصوا عليها اللي هو تسويد دعائم الديمقراطيه. مم. وده معناه ان انا بحافظ على الحق الديمقراطي، بحافظ على الحقوق والواجبات الخاصه بالمواطنين، بحترم سياده القانون، بحترم الحقوق والواجبات كلها، بدعم الديمقراطيه داخل الدوله. والحقيقه ان هو الوزارات كلها تفاعلت وفقا للقانون وفقا للدستور، لان طبعا القانون والدستور نص على التزام الدوله كلها بهيئتها بانها توافق مع الهيئه الوطنيه للانتخابات في القيام باعبائها في العمليه الانتخابيه. وده طبعا اللي شفناه من كل الجهات. مم. لو حبينا حضرتك نقول كل جهه عملت ايه، هنلاقي كل الجهات بالضبط، من بدايه تجهيز ساهمت المقررة تماما. الانتخابيه وتامينها، يعني كافه الوزارات المعنيه في هذا الموضوع. كل حضرتك مكان في انتخابات، سواء كان هذا المكان مدرسه او وحده صحيه او وحده محليه او مجلس مدينه، كلهم ساعدوا وساهموا في ان احنا نقيم مبادئ الديمقراطيه ودعائم الديمقراطيه، وان احنا نساعد الهيئه الوطنيه للانتخابات للقيام بدورها في الانتخابات. إذن الدولة قامت بواجبها على أكمل وجه لتوفير وتسهيل كل ما يلزم للمواطن للنزول، ولا يبقى فقط غير نزول المواطن. وهذا الإقبال الذي شهدناه سواء كان في التصويت في الخارج أو حتى التصويت في الداخل. هنتقل مع حضرتك دكتور خالد عن الهيئة الوطنية للانتخابات. طبعا هذه الهيئة العريقة لها دور كبير جدا، وما زال هذا الدور الذي تقوم به في إعداد وتجهيز العملية الانتخابية سواء كان في الخارج والداخل، وأيضا المتابعة واستخدام التقنية الحديثة والرقمنة في وسائل التواصل مع كافة اللجان الفرعية سواء كان في الخارج أو أيضا في الداخل، ولكن نحن نتحدث الآن في الداخل. طبعا احنا يعني هي الهيئه الوطنيه للانتخابات الحقيقه من ضمن المبادئ اللي هي اقرتها اللي هي الارتقاء بمستوى الديمقراطيه، تعزيز مبادئ الديمقراطيه. وعشان كده طبعا هي هيئه مستقله تم انشائها بوفق دستور 2014. هذه الهيئه المستقله لها موازنه مستقله تماما، لها الشخصيه الاعتباريه. وكلمه شخصيه اعتباريه ديت اللي هي انها تتحمل بالحقوق والالتزامات، ولها انها تتعامل مع الاخرين. وبالتالي لها موازنتها بتطبق خلال الانتخابات وخلال الاستفتاءات الموجوده كافه
العناصر الانتخابيه اللي هي بتقوم بيها. طبعا هي بتشتغل على 3 محاور اساسيه. المحور الاولاني هو الناخب، المحور الثاني هو المرشح، المحور الثالث هو العمليه الانتخابيه ذاتها. فلو احنا مثلا حبينا نقول ايه هي قامت بيه في العمليه الانتخابيه، هي والمتابعه ايضا، وده اهم شيء. ده متابعه سير العمليه كل ده في داخل إطار العمليه الجامعة. داخل العمليه الانتخابيه. مم. هو طبعا اول ما بتبتدي عمليه الترشيح في الانتخابات، هي الاول قبل اي شيء هي بتتعامل مع 3 جهات مهمه جدا: وزاره الداخليه من خلال الاحوال المدنيه، من خلال الاجهزه الخاصه بوزاره الداخليه اللي خاصه بالبيانات الشخصيه، من خلال الاحصاء بتاعت الدوله. بنوصل في الاخر ان احنا نعمل قاعده بيانات صحيحه وتقنيه الجداول وتصفية. لكافه المصرح لهم او المسموح لهم انهم يخشوا الانتخابات. مم. مجرد ما حضرتك الشخص يبلغ 18 سنه، خلاص حقه في الانتخابات اذا توفى لرحمه الله يسقط حقه في الانتخاب. وده فعلا الحاجه الجميله ان انت بدات فعلا في من خلال الهيئه الوطنيه للانتخابات بتعاملها مع وزاره الداخليه ومع الهيئه العامه للاحصاء البيانات والاحصاء، بدات ان هي تعمل قاعده كامله للاشخاص المسموح لهم بالترشيح في الانتخابات بالتصويت. وبعد كده بتبتدي بعد ما تعمل القاعده، هي طبعا دلوقتي هي يعني بتعمل حاجه مهمه جدا، هي تثقيف الشعب، توعيه. ودي اللي احنا بنتكلم عليها ثقافه شعب، ان انا بوعي الشعب، بوعي الناس باهميه صوتهم واهميه الانتخاب. وده هي بتقوم بيه من خلال اللقاءات بتاعتها، من خلال الندوات اللي بتعملها، بتشارك فيها كافه الجهات. وبتبتدي الاشخاص اللي هم طالبين ان هم يخشوا الانتخابات بيبتدوا يتقدموا. طبعا بيتقدموا من خلال اللجنه الموجوده في كل محكمه ابتدائيه، بيتقدم بطلب الترشيح، بيقدم فيه كل المستندات الخاصه به، منها صحيفه الحاله الجنائيه، منها بيان ان هو يكون واخد شهاده جامعيه، منها سنه تعدى ال 35 سنه، منها ان هو ليس ممنوع من الانتخابات، اسمه مدرج في جداول الانتخابات، وبالتالي من حقه ان هو يتقدم للترشيح. بيتقدم للجنه، اللجنه بتفحص البيانات وتعليها للهيئه العامه للانتخابات، بتحدد له مكان الكشف الطبي بتاعه، بتحدد له الرموز الانتخابيه اللي هيخش بيها، بتضع القواعد الخاصه بالانتخاب قدامه. واذا كان في حد بيطعن في شخص، بيتم العرض على المحكمه الاداريه، القضاء الاداري المختصه بالوضع، بحيث ان هو لو في رفض الحد، المحكمه هي اللي بتحكم اذا كان صحه دخول الانتخابات او عدم دخول الانتخابات. وبعد كده بتقدم القائمه النهائيه، والقائمه النهائيه دي اذا كان حد يحب يتنازل بعد القائمه النهائيه بيتم بعد ما يتم ترشحه ممكن يتنازل بخلال 48 ساعه، بيتم حذف اسمه وبتنزل بعد كده الجداول للناس. مجرد ما انت حضرتك خلاص حددت ده، بتحدد له بدايه الحمله الانتخابيه، بدايتها، نهايتها، وقت الصمت الانتخابي، وايه الاجراءات المتخذه اثناء الفتره، اثناء فتره الانتخابات، وايه المحظورات عليه. وده اللي احنا شفناه، ان هي نزلت حاجه اسمها المدونه. المدونه ديت قامت فيها بشرح كافه واجبات كل من المرشح والمواطن، والمخالفات اللي يتم ارتكابها، وكيف يتعامل مع تلك المخالفات. بعد ما تقدم كل الكلام ده للناخبين للمرشحين، بتبتدي ان هي تعمل له تدعو الناس للتصويت في الانتخابات، سواء في الخارج او في الداخل. ومن خلال كده هو في الاخر بيوصل، اذا جه زي ما عدنا النهارده الانتخابات امبارح والنهارده يومين، خلصت الانتخابات، بيبتدي التصويت في نفس المكان اللي تم فيه الانتخاب، بيتم ابلاغ كل لجنه عمليه الفرز بعد الفرز التمام ان شاء الله اخر النهارده بعد الساعه 9. اذا كان في حد موجود في المقر الانتخابي، بيتم تسجيل اسمه ويتم ابداء صوته. بعد ما يتم طبعا بيتم قفل باب المقر الانتخابي الساعه 9 وفقا للقانون، والناس اللي موجودين جوه يبتدوا يقدموا يصوتوا. وبعد ما ينتهي التصويت تماما، انا بعمل كلجنه بعمل فرز قدام الناس اللي موجودين، ان هم اعضاء اللجنه اللي كانوا موجودين حضروا الانتخابات من اولها امبارح والنهارده. وبعد كده بعلن النتيجه وببلغها للجنه، واللجنه بتدخل الهيئه الوطنيه للانتخابات، كل محافظه لوحدها منفصله، وبتعلن بعد كده بعد ما يتم في الطعن، اذا كان في طعن في الانتخابات بيتم العرض خلال 5 ايام او اكثر، لو زاد يوم ممكن يزيد يوم. بعد كده بيتم العرض على الناس بالاشخاص اللي هم نجحوا. طيب
لو حد خد اللي هو الاغلبيه المطلقه خلاص مفيش مشكله. طب لو ما حدش خد الاغلبيه المطلقه، على قد عدد المقاعد بيتم اخذ الاشخاص اللي هم خدوا اعلى الاصوات وبيخشوا الاعاده، بحيث في الاعاده اللي هيطلعوا هم المرشحين. يعني مثلا في دايره زي الغربيه مثلا خمسه هم اللي يفوزوا في الانتخابات، لو ما فازوش في الاغلبيه المطلقه في الانتخابات الاولانيه في اليوم العادي يخش في الاعاده. يعني انا عايز اقول ما قامت به الهيئه الوطنيه للانتخابات طبعا يعني مجهود اكثر من رائع، ومجهود وطني ومجهود مشرف جدا، واستخدامها للتقنيات الحديثه في التواصل. يعني احنا تابعنا في يوم 1 و2 من هذا الشهر طبعا التصويت الخارجي طبعا، وشفنا وسائل التواصل والاتصال مع ما يقرب من 136 مقر انتخابي على مستوى العالم، وشفنا ايضا متابعه اللجنه الوطنيه للانتخابات اي مشكلات اي عقبات، بحيث ان هذه اللجنه الموقره بتعمل على تسهيل وتسجيل كافه الصعاب او المشاكل. دكتور خالد، عايز اتكلم مع حضرتك على ايضا هذا المجهود. يعني احنا مش هنعدي كده الانتخابات التي تمت في الخارج مرور الكرام، ولكن ده كان مجهود كبير جدا. استخدام الهيئه الوطنيه للانتخابات وسائل التقنيه الحديثه في التواصل، مش كده وبس، كمان لا ده متابعه مستمره على مدار الساعه لو في اي مشكله اي خروقات اي حاجه من خلال اللجنه الموقره تقدر تحلها بشكل فوري وسريع. مدى اهميه هذا الموضوع ومدى اهميه استخدام التقنيه الحديثه والرقمنه والتكنولوجيا الحديثه في العمليه الانتخابيه؟ طبعا يعني احنا لازم نعرف ان التكنولوجيا الحديثه زي ما لها مدار هي لها منافع كبيره جدا. من ضمن منافعها هو سرعه التواصل، سرعه ان انا بعمل قاعده بيانات، سرعه ان انا باخطر الجهات الخارجيه بالاشخاص اللي مسموح لهم بالترشيح، بدي فرصه للاشخاص اللي عليهم مشكله ان هم يخرجوا من الانتخابات، بدي توضيح لكل دائره انتخابيه. يعني مثلا انا في لوس انجلوس مثلا وعايز ارشح، انا منين؟ انا من الدائره الفلانيه. بيتم بارسال بطاقه الانتخاب التصويت الخاصه به، بيتم ارسالها من خلال التقنيات الحديثه للوس انجلوس، يدي صوته في الدائره الخاصه به، وهم بعد كده بيختاروا اللجنه العليا للانتخابات من فاز في هذه الدائره من الاشخاص، ويبعتوها النتيجه ليهم. يبقى احنا استفدنا ان احنا الاشخاص اللي موجودين في خارج مصر وصل لهم بطاقه الانتخاب والتصويت في مكانه، وبالتالي هو بيقوم بإبلاء صوته في الانتخابات للاشخاص اللي هو عايز يدي صوته له، وتوصل للهيئه الوطنيه للانتخابات. الهيئه الوطنيه للانتخابات تحطها من ضمن الاعداد. يعني مثلا 5 مثلا في لوس انجلوس قدموا، والدايره بتاعتهم مثلا فيها 500 مثلا، يبقى الخمسه ينضافوا لل 500، يبقى الدايره فيها 505 قبل بشر. اذا كانت يعني او كان استخدام التكنولوجيا الحديثه في وسائل التواصل والمتابعه مع كافة المقر الانتخابية، سواء كان على مستوى العالم في 1 و2 وحتى على المستوى الداخلي داخل مصر، كان لها أيضا دور فاعل جدا في تسهيل الكثير من الأمور. أنا هرجع لهذه النقطة مع ضيف الكريم اللي هو الدكتور خالد مصطفى إدريس، مساعد مدير أمن كفر الشيخ سابقا وعضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، ولكن معنا رسالة من كفر الزيات بمحافظة الغربية، نتابع هذه الرسالة معنا. مصر دي زينة الشباب، طلعتنا للحياة دور بعد دور. لما جيت تسأل عليا لقيتني مصر كبير نور، بيها الدار الجديدة مصر دي وبعدها مليون طابور. مصر حضنك، مصر سندك، فيها أمك فيها ولدك، ابني فيها وحب بلدك، يبقى ليك كل السرور. لما جيت اسأل عليا لقيتني مصر كبير نور، بيها الدار الجديدة مصر دي وبعدها مليون طابور. وما زالت اللقاءات في اليوم الثاني على التوالي انتخابات مجلس الشيوخ 2025. اتعرف عليك يا حاج. الحاج مصطفى ابو غفار. قول لي بقى، انت من ابناء كفر الزيات ولازم الناس تنزل تحط صوتها، امانه للناس تنزل تحط صوتها. انزلوا وشاركوا وقولوا صوتكم، ما بنحددش اشخاص، وكله عشان خاطر مصر.
انت تشارك في الانتخابات، انت تساهم في بناء او صنع قرار. اكيد طبعا طبعا، كله عشان مصر، كله عشان مصر، وبنقول لهم انزلوا عشان مصر. ربنا يحميها بلدنا يا رب، ويحفظها من كل شر وكل سوء يا رب. تقولي ايه اللي لسه ما نزلش النهارده؟ ينزل ينتخب وينزل ينتخب ويحب مصر، مصر بلده ومصر امه. شايفك النهارده نازله يا ام رغم ان انت مريضه وعامله عمليه في عينك، ولكن حريصه ان انت تدلب صوتك. طبعا، امال ايه، مصر، مصر بلدنا وعزوتنا وكدنا وكل حاجه حلوه لنا. مصر ام الدنيا، ام الدنيا بحالها، وربنا يحميها، وربنا يحمي شعب مصر بحاله من اوله لاخره. ينصركم وينصركم 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 وينصر مصر كلها. انا وجودي لبلدي، لانها جزء مني وحته مني، هي كياني، انا من غيرها ولا حاجه. انا لا اساوي شيء بدون مصر. مصر اللي حاوتني واحتضنتني، مصر اللي خيرها على كل المصريين وعلى كل العرب، بل على العالم كله. مصر ام الدنيا، وزي ما سياده الرئيس بيقول مصر ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا. وجودنا النهارده احنا بنساهم في بناء وصنع قرار. طبعا اختيارك انت بتصنع قرار. اكيد طبعا، وحدش يقول انا صوتي ما يفرقش، لا صوتك بيفرق. انزل واختار وشارك، ما حدش بيجبرك على حاجه، ما حدش يقول لك اختار مين. انزل بصوتك واختار، لك حريه الاختيار. صوتك لمصر، صوتك لبلدك، صوتك لمصر، ومصر تستاهل منك كده، لان مصر دي ام الدنيا. هي مصر هي ام الدنيا، مش مصر ام الدنيا. ما وقفتش جنب بلدي. لا، هي مصر امن وامان، مصر وخلي الجيش وخلي الريس، الناس الطيبين. احلى مصر، ربنا يتنينا في امان يا رب، ويتنينا في خير ويزودنا في الخير يا رب، ويبعد عننا الشر وولاد الحرام يا رب. مصر كلها امان، مصر كلها خير، مصر كلها ناسها محترمه، فربنا يطلعنا منها على خير يا رب، ويقويكم ويقوي كل من كان على فعل الخير. ربنا يقدر الجميع. النهارده اللي فاتت جميله لما جيت اسال كبار السن انت نازل النهارده، قال لي انا نازل عشان بلدي. طب ما نزلتش اول يوم ليه؟ انا نازل تاني يوم عشان الزحمه، خايف من الزحمه. ايوه ما انا نازلين تاني يوم فعلا علشان خاطر الزحمه، لان انا ما بقدرش، وبيشيلون بيرفعوني يركبوني العربيه وينزلوني. ومصر كلها امان ومصر بخير، وربنا يجعلنا في الخير على طول يا رب، ويبعد عننا الشر. بقى اللي لسه ما نزلش النهارده واحنا في اخر يوم، يعني خلاص هو النهارده بس. لا، لازم الكل ينزل، هم قاعدين للساعه 9 يا جماعه، ولازم الكل ينزل، لان صوتنا امانه، صوتنا امانه لمصر وحمايه لمصر، وربنا يقدرنا على فعل الخير كله لنا ولمصلحتنا. المهم تشارك، ما انا بدعي الناس كلها تنزل تشارك، اللي على مزاجك اللي انت حابه اختاره، بس شارك، خليك ايجابي. حق علينا وحق على الدوله وحق على الوطن ان احنا نشارك في العمليه الانتخابيه، ولازم، لان كل واحد ما يشاركش يبقى مقصر في حقه وحق بلده. واحنا بنتمنى ان ربنا يوفقنا ان شاء الله، وتحت قياده فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واحنا في بلد امنه ومطمئنه، واحنا معاه، واحنا في ده مصر كلنا بدمنا وقلبنا، واحنا لازم نطلع عشان نبين للعالم اجمع ان مصر دوله قانون ودوله دستور، وان مصر فيها نزاهه وفيها حريه وفيها حريه الاختيار وفيها كل شيء جميل. نفسي كفر الزيات كلها تنزل ومصر كلها عامه تنزل، يبقوا ورا البلد ويقدموا حاجه حلوه للبلد، والناس تشوف بلدنا وتشوف الناس، وينزلوا الشارع ويشاركوا ويقفوا جنب المرشحين بتوعنا، والناس كلها حلوه بصراحه. عايزك تقول ان الصوره دي صوره ذهنيه متصدره للعالم الخارجي بره، بيقول ان في مصر فيها استقرار، فيها امن، فيها مؤسسات، فيها انتخابات، فيها هو الواقع بتاع بلدنا ان هي بلدنا ماشيه حلو الحمد لله، وده الواقع، وطول عمر مصر ماشيه كويس. بلاش ان الناس تطلع من البيوت عشان خاطر مصر، عشان صورتنا قدام العالم. يعني مش عايزين العزوف اللي الناس فيه ده، عايزين الدنيا تبقى حلوه كده، وعايزين الناس تنزل تشارك، قول رايك وحط صوتك اللي انت عايزه، محدش بيفرض عليك حد، انت انزل حط صوتك اللي انت عايزه. صوتك لمصر في الاول والاخر، مش مش لحد معين، انت عشان مصر وصورتها قدام العالم. احنا بنصدر رسالتنا للعالم كله انه احنا شعب مصر، شعب ايد واحده، شعب راجل، العيل فيه راجل. لازم ننزل نشارك، ولازم بلدنا تبقى احسن بلد في الدنيا. عارف احنا لما كده نبقى لما والصوت يلف الكون، هتلاقي كل العالم شايفنا بتاريخ جديد كاتبين، فبلاش تكسر، شارك وكمل اليوم ده أعظم يوم، خلينا في الدنيا دي نثبت إن احنا
مشاهدينا طبعا تابعنا مع حضراتكم هذا التقرير من كفر الزيات بمحافظة الغربية. في الحقيقة يعني حضرتك لما بتشوف لقاء السادة المواطنين اللي نازلين يشاركوا في هذه الانتخابات العظيمة، بالفعل هي مشاركة أكثر من رائعة، مشاركة إيجابية وتشعر بالحماس والإرادة في حب هذا الوطن العظيم. حضرتك لما تركز بس شوية في هذه اللقاءات هتلاقي الحماسية في حب هذا الوطن، والمرأة البسيطة اللي احنا شفناها وما زلنا برضه يعني نضرب المثل الرائع للمرأة المصرية العظيمة، وخاصة المرأة الريفية البسيطة التي أدركت ووعت ما أو مدى أهمية وعيها ومشاركتها وإيمانها بأن صوتها بالفعل هيوصل للناخب اللي هتدلي بصوته. هرجع لضيف الكريم اللي هو دكتور خالد مصطفى إدريس، مساعد مدير أمن كفر الشيخ سابقا وعضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة. أنا توقفت عن أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة المتطورة والرقمنة، واحنا مش اقل من غيرنا، بل بالعكس احنا دلوقتي في سباق مع الزمن. الحمد لله وصلنا الى مراحل متطوره جدا في استخدام التكنولوجيا الحديثه. لما بتكلم عن الهيئه الوطنيه للانتخابات واستخدام هذه التكنولوجيا في تذليل اي عقبات او مشاكل، احنا ده لقيناه بسرعه فوريه رهيبه. ماذا اهميه هذا؟ طبعا الهيئه الوطنيه للانتخابات عملت موقع ليها خاص بالانتخابات. من خلال حضرتك ممكن تخش على الموقع تعرف مكانك فين، الدائره بتاعتك فين، من خلال الرقم القومي بتاعك، كل شيء. بحيث حضرتك يعني ما تحتاجش ان انت تروح تدور على انت مكانك فين، لا ده انت ده المكان واللجنه واسمك في الكشف. تمام. وده شيء عظيم جدا ان انا ما احتاجش ان انا ادور على انا مكاني فين. وفرت كتير، ودي من ضمن برضه مجهودات الدوله والهيئه الوطنيه للانتخابات طبعا، وده لا احد ينكر. وده طبعا ده لان احنا زي ما قلت لحضرتك انها بيتم توجيه كافه اجهزه الدوله لمساعده الهيئه الوطنيه للانتخابات، فده عمل. وده قاعده موجوده وفقا للقانون الالتزام. يعني القانون الخاص قانون الهيئه الوطنيه للانتخابات نص على التزام كافه اجهزه الدوله ومساعدتها وتدعيم كافه السبل لقيامها بواجبها. طبعا تلقي الشكاوي والبلاغات اللي بتيجي وحلها، يعني لو مثلا انا رحت لجنه انتخابيه ولقيت ان القاضي مثلا رفض ان يديني يخليني اصوت ولا حاجه، مجرد ان انا بعمل اتصال بالهيئه الوطنيه للانتخابات، ودي عمرها ما بتحصل. يعني ما اقصدش، انا بقول لو افتراض، انا بدي افتراضات، بقول لو حصل مثلا، لا انا بتصل بالهيئه الوطنيه للانتخابات بتشوف اللجنه وتشوف ظروفها ايه وايه اللي حصل في اللجنه. طبعا حضراتكم الساده المستشارين طبعا احنا عشان برضه بقولها في 9500 قاضي موجودين في لجان الانتخابات. طبعا يعني العدد كبير جدا، ولكن ده لان العدد طبعا المواقع الانتخابيه عدى اكثر من 8000. التجهيز والاعداد الصح بيوصلك لنتيجه صح. تمام. وهو ده اللي عملته الهيئه الوطنيه للانتخابات. تمام. هي حضرتك زي ما قلت لحضرتك كده، هي يعني عدت ال 8500 او 3250 مقر انتخابي، عدتهم اعداد صحيح. كلفت الاعضاء الهيئه القضائيه اللي موجودين في اللجان، كلفتهم بعملهم وحددت لهم العمل بتاعهم، راحوا استلموا كافه الاوراق الخاصه بالانتخابات قبليها بيوم واستعدوا تماما، بحيث ان هو قبل الساعه 9 بيكون موجود في اللجنه الخاصه بيه، ويبتدي يفتح المظاريف بتاعته ويبتدي يشوف الاشخاص اللي هيشاركوه في اللجنه، ويبتدي يسمح للناس بالدخول في الساعه 9 صباحا. انا عايز بس اقول الساده الناخبين اللي راحوا الى صناديق الاقتراع في الحقيقه يعني تعامل اكثر من راقي. يعني دكتور خالد يعني بتروح اللجنه بتلاقي كل حاجه ميسره تماما وفي ثواني، انت ما بتتاخرش. بتسلم بطاقتك، بتعرف الرقم، بتمضي، بتاخد بطاقه الاقتراع، بتخش ورا الحاجز، وبعد كده بتختار اللي انت عايزه، وفي نفس الوقت على طول بتحط في الصندوق، تاخد بعضك وتمشي. يعني حتى التعامل في حد ذاته هو تعامل راقي ايضا بيشجع ويحفز المواطن على الذهاب. هنا الدوله وفرت للمواطن كافه السبل للوصول الى صندوق الاقتراع. زي ما قلت لحضرتك الحق في التصويت ده حق دستوري. الدوله بتساعد فيه لان الدوله عايزه تقيم مبادئ دعم الديمقراطيه، عايزه تقيم البريه الجديده. فلازم الناس زي ما قلت لحضرتك لازم يكون الناس عندها ثقافه التصويت، ثقافه الدخول في المعترك الانتخابي واخذ حقي من الانتخابات. مفيش حد هيدي لك صوتك، ده صوتك ده حقك، لازم تعبر بيه.
زي ما حضرتك قلت دلوقتي انا ولا يستمع لاي راي اخر ايا كان. انا لازم اوضح النقطه دي. اي راي اخر الهدف منه وقف هذا المسيره اللي احنا ماشيين فيها. لان حضرتك اي حد دلوقتي بيقول له صوتك ملوش لازمه، مفيش بتاع ده غرامه لو ما رحتش، هتتعب نفسك ليه وتروح. بغض النظر عن الغرامه اللي حضرتك ذكرتها، هو شعورك الوطني هو اللي بيحركك. يعني انت احساسك انت نفسك لما بتروح اللجنه وطلبت، انت بتشعر بقيمتك. لان انا بغض النظر عن موضوع الغرامه المقرره، انت بتشعر بقيمتك ان ليك صوت. انا بوضح لحضرتك ان هو يعني انا مش رايح عشان خاطر خوفا من الغرامه، انا رايح عشان خاطر ادي حقي، اخد حقي في التصويت في الانتخابات، ده حقي ومش من حق حد ان هو يمنعني عنه، وبالتالي انا بحافظ عليه. بروح اللجنه الانتخابيه بدي صوتي للشخص اللي انا عايزه، للقائمه اللي انا عايزها، للهدف الاساسي بالنسبه لي ان انا عايز عضو مجلس شيوخ يؤدي عمله الحقيقي اللي انا محتاجه منه، ان هو يحافظ على حقوقي، يحافظ على التزاماته ناحيه المواطنين، يحافظ على ان هو يوصل صوتهم للدوله، يوصل صوتهم للمسؤولين. ده المقصد من وجود مجلس الشيوخ. يعني احنا طبعا احنا كل لو عندنا مجلس واحد بس اللي هو مجلس النواب. في 2019 تم زياده المجلس لغرفه ثانيه، احنا عندنا غرفتين دلوقتي، نعم. غرفه مجلس النواب وغرفه مجلس الشيوخ. اضافوها ليه؟ الا ان فعلا الدوله محتاجاها. كان الحمل كثير جدا على مجلس النواب، كثير جدا من اللي هو القوانين، من تعديل الموازنه الخاصه بالدوله، التنميه الاقتصاديه، التنميه الاجتماعيه، شغل كثير جدا. لكن وجود غرفه ثانيه بتساعد. ده غير ان الغرفه الثانيه ديت فيها الكثير من الاشخاص اللي هم ذوي القدرات أكيد او ذوي الكفاءات. طبعا هنتكلم عن مجلس الشيوخ ومدى اهميته، علشان برضه يبقى المواطن فاهم وواعي يعني ايه مجلس شيوخ وبيتكون من ايه ودوره واهميته. ولكن مشاهدينا عمرنا ما ننسى ابدا المجهودات اللي قامت بيها وزاره الداخليه. يعني دايما بنقول ان هو ده الجند الموجود، لكن هو ده اللي بيحقق لنا الامن والامان والاستقرار. ولولا الامن والامان والاستقرار ما كناش نقدر نمارس هذا الحق الدستوري بهذه الطمأنينة. حضرتك دلوقتي لما نيجي بنتكلم عن عمليه التامين، مش هقول من الامس، لا ده قبلها بفترات وخطط امنيه. مش بتامن لك اللجنه، ده بتامن لك اللجنه ومحيط اللجنه والشوارع المؤديه للجنه. عايز اتكلم على موجودات وزاره، اولا كل الشكر 24 ساعه في 24 ساعه زي ما بنقول، ما حدش فيهم مرتاح. وده برضه من اجل تحقيق الامن والامان والاستقرار، وان المواطن ينزل بكل سهوله ويوصل ويدلي بصوته. حجم المجهودات اللي بذلتها وزاره الداخليه وما زالت في سير العمليه الانتخابيه لمجلس الشيوخ 2025. طبعا الهدف اللي بتقوم بيه واللي فعلا بتقوم بيه وبوعي كامل وزاره الداخليه اللي هو ايه؟ توفير المناخ الامن للمواطن لاستخدام حقه في التصويت في الانتخابات. طيب انا كوزاره الداخليه بساعد في ايه؟ اولا بدايه انا بساعد الهيئه الوطنيه للانتخابات ان هي تاخد البيانات الخاصه بالمواطنين، بدعمها بكل الوثائق والبيانات الكامله بالمواليد والوفيات بكل شيء، بحيث ان هي قبل ما اللي هي تنقية الجداول قبل ما تخش الانتخابات تكون معاها كافه البيانات الصحيحه الخاصه بالاشخاص اللي من حقهم ان هم يصوتوا. طيب ده بدايه قبل الانتخابات بفتره، وبالتالي وبتنقيها لغايه قبل الانتخابات مباشره. طيب انا دلوقتي كوزاره الداخليه بدايه قبل الانتخابات ما تبتدي، انا عايز اقول بس يا دكتور ان وزاره الداخليه بكافه اجهزتها اشتغلت علشان الناس تبقى عارفه، حمايه مدنيه، مش عارف ايه، شرطه سريه، كل الوزاره اشتغلت بكل اجهزتها. انا هوضح حضرتك بس يعني ايه اللي وزاره الداخليه بتقوم بيه. هنقول مثلا ان احنا عندنا مقر انتخابي، انا بامن المقر الانتخابي بحيث ان انا اولا بامن المقر من الداخل، بحيث ان ما فيش يكون في حد زارع اي شيء ضد الدوله، متفجرات او غيره في المكان، وبالتالي انا بعمل تامين قبل ما تخش اللجنه، وتامين خارجي باعضاء الشرطه نسائيه وسريه ومرور وغيره في المحيط الانتخابي. الشوارع المؤديه بامنها تماما.
بعمل مركبات الانتشار السريع والتشكيلات اللي موجوده، بعمل سيارات دوريه راكبه بتلف في المنطقه اللي فيها الانتخابات، بامن كل المناطق الحيويه زي السكه الحديد زي المترو، بامن المحافظات، مباني المحافظه، المنشآت الهامه في الدوله بامنها قبل الانتخابات واثناء فتره الانتخابات وبعد الانتخابات، ويستمر لحين استقرار الحاله تماما في الانتخابات. انا عايز اضيف نقطه حضرتك بس برضه علشان الناس يبقوا يعني شايفين ومتابعين. على فكره ان رجال وزاره الداخليه لا تؤمن فقط العمليه الانتخابيه وسير العمليه الانتخابيه، بل تؤمن مصر كلها، علشان حضراتكم تكونوا عارفين. يعني كل من فكر او مسوي له نفسه ان هو يرتكب فعل خارج عن القانون سيلقى ذلك بالمرصاد ويقع تحت طائله القانون. وهي دي دكتور خالد اللي احنا بنتكلم فيها، بنقول رجال وزاره الداخليه صحيين وفاهمين، هي لا تؤمن فقط العمليه الانتخابيه وتترك الجريمه، لا، ده هناك اعمال اخرى الى جانب سير العمليه الانتخابيه وتامين مصر بشكل كامل وتام. تمام حضرتك. طبعا يعني وزاره الداخليه بيكون لها المظهر الحضاري اللائق بيها، وان هي بتدعم الديمقراطيه دون تدخل، وده الشيء العظيم اللي احنا بنمجد فيه وزاره الداخليه، ان هي لا تتدخل في العمليه الانتخابيه اطلاقا، لا تمنع اي شخص انه يخش الدائره يصوت، لا تمنعه، بل بتسمح له وتدي له حقه وفرصته ان هو يخش ويدي صوته ويخرج في امان. ده شيء جميل جدا. طب هي هتامن بس المقر الانتخابيه؟ لا، ده احنا بنامن كل حاجه. بنامن المواني، بنامن المطارات، بنامن الهيئات والمصالح الحكوميه الخاصه بالدوله، بنامن قناه السويس وغيرها من الجهات بنامن السياحه، بنامن الاثار في مصر كلها. كل شيء خاص بالدوله بيتم تامينه. طبعا ده بصفه عامه، مش عشان خاطر الانتخابات بس، لكن الانتخابات بتزيد عليها ان احنا بنحاول ان احنا نزود في اعداد افراد الشرطه ورجال الشرطه والضباط اللي موجودين في اماكن الانتخابات، علشان حضرتك المواطن يروح وهو امن تماما في مناخ ديمقراطي امن، يدلي بصوته في الانتخابات ودون حدوث اي ضرر به او خوف او رهبه من ان هو لو راح لجنه الانتخابات هيحصل له حاجه او ممكن حد يعمل اي مشكله. لا، ده احنا وعشان كده اي شخص بتسول له نفسه ان هو يعمل اي شيء في اوقات الانتخابات، ده القانون جازم وحازم فيها تماما، ويتم عرضه على الجهات القضائيه وبيتم اتخاذ اللازم له. طيب دكتور خالد، احنا نطلع معانا تقرير من محافظة كفر الشيخ والزميل عرابي عبد الحميد، نتابع هذا التقرير سويا ثم نعود بعد ذلك استكمالا لهذا اللقاء. وسوف نتحدث ايضا يعني دائما نذكر المواطن ونحاول ان احنا نفهمه ونوعيه ونقول له مجلس الشيوخ عبارة عن ايه ومدى اهميته ومكونه ايه، ولكن بعد هذا التقرير من كفر الشيخ والزميل عرابي عبد الحميد. انتخابات مجلس الشيوخ، صوتك مهم، صوتك يفرق. معنا مجموعه من ابناء كلين النهارده حرصوا ان هم يجوا يدوا بصوتهم في هذه الانتخابات، انتخابات الشورى 25. تعرف بيك؟ ايمن البدوي من قليل من البلد. كلمنا عن دورك كشاب وكولي امر، نصيحه تقولها للشباب والاولياء الامور عشان ينزلوا يحطوا صوتهم، تقول ايه؟ الاول احب اوجه رساله مصر اليوم في عيد، كفر الشيخ اليوم في عيد، قلي اليوم في عيد. ليه؟ لو مشيت في الشارع النهارده وبصيت للامن والامان اللي الناس جايه فيه، الناس جايه مبسوطه، الناس جايبه مصالحها وجايه تحط صوتها الانتخابي بكل ديمقراطيه. تعب رجال الشرطه الاوفياء اللي ما ناموش طول الليل وسهروا عشان يطلع المنظر ده. نحب نوجه الشكر وكل الدعم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورجاله المخلصين اللي بقالهم اكتر من اسبوع ما ناموش
عشان نشوف المنظر الحضاري اللي في جليل النهارده. مصر في امن وامان دائما. مصر في امن وامان، وفي هذا الوقت مصر في منتهى الامن والامان. انا عمري 50 سنه، اول مره من كام سنه نشعروا الشعور ده. يعني عامه مجلس الشورى طول عمرنا بيبقى الاقبال عليه اقل من كده، بس بسم الله ما شاء الله النهارده الاقبال جالين من الصبح من الساعه 7 صباحا، وجالين نفره شبابها شيوخها نسائها، بسم الله ما شاء الله منظر يفرح. فبحب نشكر سياده الرئيس، بنحب نشكر رجال الشرطه، بنحب نشكر الساده المستشارين اللي تعبانين معانا وصابرين على كل يعني انا دخلت دلوقتي كان في واحده عجزه داخله، الناس كلها بكل احترام بكل اداء جاء معالي المستشار وخد الصوت بتاع الست القاعده، وانا بقى احييه وبقى اقدم له التحيه على ما اداه من ادب واحترام لهذا الصوت. شكرا، الف شكر. ربنا يسعدك. اتفضل يا عم الحاج، انت عارف حضرتك؟ فرج ابراهيم سعد. ازيك يا عم فرج؟ الله يخليك. كل سنه وانت طيب. ربنا يبارك. طبعا انت حضرت انتخابات كتيره، ايه رايك في انتخابات عدى عندي 80 سنه. ربنا يديك الصحه. الحمد لله رب العالمين. هي لاول مره يعني بتدرى انتخابات بنفس الطريقه بالاسلوب ده. فانا قلت لحضرتك بس كلمتين اتنين بس. دي رساله بوجهها لفخامه الرئيس الحاج عبد الفتاح السيسي. اقول له الحاج عبد الفتاح السيسي هو العلم، والعالم الاسلامي والعربي يلتف حواليه. فسر على بركه الله يا ابو محمود، وفقك الله وسدد على طريق النصر الخطاب. انا طبعا عم الحاج والدنا هناخد كلمتين منه. الف سلام عليك طبعا، ولكن انا بقول لك انت تعبان وحريص ان تيجي النهارده، تقول ايه النهارده؟ اقول الف مبروك على مصر وعلى جليل ومحافظه كفر الشيخ، وطبعا انتخابات نزيهه، وربنا يخلينا على الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو قام بنقله حضاريه كبيره للجمهوريه بحله. ونشكر الشرطه ونشكر القضاء ونشكر الناس اللي هم مشرفين على الانتخابات، وانتخابات نزيهه، واحنا كلنا مبسوطين وفرحانين، وربنا يوفق الجميع. شكرا 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 يا حاج. انتخابات مجلس الشيوخ، صوتك مهم، صوتك يفرق. طبعا شكرا للزميل عرابي عبد الحميد من محافظة كفر الشيخ. وطبعا احنا لدينا مراسلين على كافة محافظات الدلتا للتغطية الحية وعلى مدار الساعة لسير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ 2025. قبل هذا التقرير كنت ذكرت ان احنا هنتكلم مع ضيفي الكريم لواء دكتور خالد مصطفى ادريس مساعد مدير امن كفر الشيخ سابقا وعضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة. كنت طرحت سؤال عليه خاص بمجلس الشيوخ، ما هو مجلس الشيوخ، التعريف به ومكوناته وما الى ذلك، ولكن اريد ان يعني استرسل اكثر في مجهودات
وزارة الداخلية وما قام به؟ لأن أنا طرحت عليه هذا السؤال. وزارة الداخلية كانت تعمل أو ما زالت تعمل بكافة أجهزتها المختلفة. دكتور خالد، لو اتكلمنا على حقوق الإنسان في سير العملية الانتخابية ومدى أهميتها، وإحنا شفنا حقوق الإنسان وخاصة مراعاة لكبار السن والسيدات الكبار وبعض القاعدين على الكراسي وأيضا من أبنائنا من ذوي الهمم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو حضرتك بالنسبه لقطاع حقوق الانسان في وزاره الداخليه هو قطاع مهم جدا في وزاره الداخليه، وليه افرع في كل المحافظات، وبيتم التنسيق بينهم وبين بعض على كيفيه التعامل مع الاحداث الامنيه اللي موجوده والتعامل مع المواقف اللي موجوده. وطبعا من ضمن الحاجات دي الانتخابات، والانتخابات لهم دور مهم جدا، لان هو حضرتك بينزل رجال الشرطه من الشرطه النسائيه او الشرطه العاديه من الضباط والافراد وجودهم في المقار الانتخابيه عشان يساعد المواطن. طبعا حضرتك يبقى متواجد فرد من افراد الشرطه معاه الكرسي المتحرك على باب اللجنه، اذا كان في شخص يحتاج ان هو يدخل لعدم قدرته على المشي بيتم يعني استقلاله للكرسي ويتم الدخول به لغايه مقر اللجنه. وطبعا الحمد لله ان مقر اللجان كلها في الدور الارضي، مش محتاجه ان هو يطلع دور تاني لو كانت ظروفه الصحيه لا تسمح، وبيبتدوا يدخلوه لغايه اللجنه الانتخابيه، والسيد المستشار بيسمح له بان هو يدي بصوته ويخرج تاني مره اخرى الى. فبرضه كان في اعتقد ان يعني الوزاره برضه بتساهم فيها، اذا كان في مواطن يرغب في ان هو يصوت في الانتخابات وليس عنده القدره ان هو يوصل لمكان الانتخابات، بيبعتوا له سياره خاصه بالجهه اللي موجوده من خلال بالتنسيق مع قطاع حقوق الانسان. بتروح السياره ديت للمكان اللي فيه الشخص ده وتصطحبه الى اللجنه الانتخابيه علشان يدي صوته وترجعه تاني لمكانه او منزله. ده طبعا يعني مجهودات طبعا مشكوره من وزاره الداخليه، ده غير دور القيادات الامنيه طبعا. وهو ده سؤالي القادم عن متابعه المستمره للسيد وزير الداخليه والقيادات الامنيه بالوزاره لخطط تامين المقرات واللجان للادلاء بالصوتين في سهوله ويسر. طبعا هو السيد وزير الداخليه قبل الانتخابات عمل زي لقاء على الفيديو كونفرنس مع الساده مديرين الامن ومديرين المصالح، وتم التنسيق بينهم على اداره العمليه الانتخابيه والانتشار الامني اللي موجود وكافه احتياجات الجهات تمت وزاره الداخليه بالدفع بيها الى الجهات عشان خاطر تقوم بعمليه الانتخابات بتاعتها في يسر وسهوله. وطبعا القيادات الامنيه من قبل الانتخابات ما تبدا كانت بتمر على مقر الانتخابات تتاكد تماما، كان في تجهيز واعداد وخطط امنيه مسبقه تماما. طبعا تجهيزها تماما، الخطه الامنيه تكون موجوده مسبقه يعني وجاهزه. احنا ليه بنتكلم في الموضوع ده؟ علشان بس المواطن يبقى عارف حجم هذا التامين ما كانش من فراغ، ده يحتاج وقت وجهد رهيب علشان بس يكونوا عارفين الكلام ده. طبعا حضرتك احنا بننسق مع الهيئه الوطنيه للانتخابات على الاماكن اللي هي تختارها للادلاء بالاصوات، وبيبتدي يتم زي ما قلت لحضرتك ان احنا بنخش اللجان ديت نبتدي نامنها من الداخل ونتاكد من سلامتها تماما ونستلمها من الجهه الموجوده فيها، اذا كانت مثلا مدرسه بنستلمها من المدرسه، اذا كان وحده محليه وحده صحيه بنستلمها، وبنبتدي نضع القوات فيها في اهبه الاستعداد والاستعداد للانتخابات. مجرد ما تبتدي الانتخابات بيتواجد الافراد والشرطه خارج المقر الانتخابي علشان يخلوا القاضي اللي موجود واعضاء اللجنه الخاصه بالانتخابات يمارسوا مهامهم فيها، ويبتدي هو يامن كافه المقار الانتخابيه من الخارج وكافه الطرق وكافه المنشآت الحيويه الخاصه بالدوله والمهمه الخاصه بالدوله، وبيمر القيادات الامنيه بتمر عليها عشان تتاكد من حسن معامله المواطنين، ودي اهم حاجه، حسن معامله المواطنين. اذا كان في اي شكوى يقدروا يتلقوها، اي عقبه يقدروا يذللوها، وانتظام العمليه الانتخابيه وعدم وجود اي مشاكل، احتياجات كافه الجهات تكون متاحه، والتامين الكامل سواء زي ما قلنا الحمايه المدنيه بافرادها، سواء كان بالنسبه للمفرقعات وغيرهم، اذا كله جاهز، والمرور متواجد خارج اللجنه عشان ما يمنع وزاره الصحه ايضا وتوفير
توفير سيارات الاسعاف امام كل لجنه. لجنه قدامها سياره اسعاف، وطبعا ده يعني برضه وزاره الصحه الحقيقه ان هي برضه لها دور كبير جدا، لانها في تجهيزات في المستشفيات للحالات اللي بتحصل اثناء الانتخابات بيتم ايصالها للمستشفيات القريبه منها الحاله. وبالنسبه لوزاره الداخليه بيتم تامين عدم وجود اي سيارات بالقرب من اللجان الانتخابيه علشان ما يحصلش اي تعدي على المرور ولا حاجه، او منع المواطنين هم يقدروا يسيروا بيسر ويخشوا اللجنه الانتخابيه. حتى حركه السيارات يبقى فيها يسر، يعني ايضا دور اداره المرور ايضا. يعني والحقيقه انا شفتهم في اللجان فعلا عملوا يعني حواري معينه السيارات تمشي فيها واماكن معينه ما حدش يقف فيها يبعد عنها علشان العمليه الانتخابيه تمشي. تمام. سياده اللواء دكتور خالد مصطفى ادريس، مدى اهميه وجود غرفه عمليات رئيسيه وغرف عمليات فرعيه تابعه لوزاره الداخليه لسير العمليه الانتخابيه، مدى اهميتها؟ مدى اهميتها ان احنا حضرتك عندنا وعي كامل باللي بيحصل في اللجان الانتخابيه. يعني انا في تواصل زي ما قلت لحضرتك السيد وزير الداخليه نبه على كافه القيادات ان هم يعملوا في كل مديريه امن غرفه عمليات مركزيه غير غرفه خاصه بالمحافظه. المحافظه برضه عامله غرفه خاصه بيها، هناك تعاون ما بين ايضا المحافظه طبعا، وغرفه خاصه بوزاره الداخليه علشان لو في اي حاجه عقبات امنيه تذللها للمواطنين، وبتبلغ الغرفه المركزيه الكبيره في القاهره. الغرفه ديت مجهزه باحدث التجهيزات وفيها على مدار ال 24 ساعه رجال شرطه واعيين ومنتبهين ومحافظين على ما يحدث في اللجان الانتخابيه، ويتم اختار السيد الوزير باي تجاوز يحدث اذا حدث، ويتم بسرعه اتخاذ الاجراءات نحوه. علشان كده في بدايه هذه التغطيه اشرت الى ان الدوله سخرت كل شيء بالنسبه للمواطن بكافه وزاراتها وكافه اجهزتها المعنيه من اجل المواطن، يبقى لا يبقى فقط غير ان المواطن ينزل ويشارك بكل حريه ويدلي بصوته الى من يريد. اعتقد ان لسه في وقت يا دكتور، يعني الساعه دلوقتي تقريبا 6:05، لسه قدامنا 3 ساعات ممكن يعني ايه اللي ممكن تقوله دلوقتي بالنسبه للمواطن، وبعد كده ندخل بقى على مجلس الشيوخ ومدى اهميته ودوره بالنسبه لمصر في التنميه والازدهار وايضا الاستقرار. طبعا اللي احنا بنقول دلوقتي للمواطن لو سمحت حضرتك انزل شارك ساهم بصوتك في اقامه الدوله. مفيش حاجه معطله، مفيش. لا يعني حضرتك بتروح اولا ما بتاخدش، انا ما خدتش امبارح وانا بصوت دقيقه واحده. دي حقيقه فعلا حصلت، يعني مجرد ما انا عارف الرقم بتاعي دخلت على اللجنه. انت دخلت على الموبايل على الموقع الهيئه، جبت الرقم بتاعك واسم اللجنه والمكان وكل حاجه ورحت خلاص خلص الموضوع. اول ما دخلت البطاقه بتاعتك طلعت البطاقه، طلعوا الرقم بتاعي، وقعت قدام اسمي وكتبوا بقيه الرقم القومي بتاعي، والمستشار خد مني البطاقه واداني الورقتين الخاصه بالقايمه والورقه الثانيه الخاصه بالاشخاص المطلوب بالتصويت ليهم، ورحت خلف الساتر واديت صوتي وحطيته ودون اي ما يكون في اي مشاكل خالص. ما خدتش اكتر من دقيقه واحده اديت صوتي. وده انا بقول للمواطن حضرتك لو سمحت قدامك 3 ساعات لسه، لو انت حتى يعني معلش كنت في الشغل ولا حاجه ورجعت من الشغل معلش يعني تعالى على نفسك وروح ادي بصوتك، وبعد كده روح. ما تستخسرش ان انت تدي بصوتك. دكتور خالد، اختار اللي انت عايزه. كيف يكون صوت المواطن واجب وطني؟ ازاي تترجم هذه الجمله؟ كيف يكون صوت المواطن واجبا وطنيا؟ اكيد حضرتك المواطن لازم يشعر تماما بان هو صوته هيفرق. صوته هيفرق حضرتك ان انت تختار الشخص المناسب في المكان المناسب. حضرتك لو سبت صوتك يبقى حضرتك انت بتدي فرصه للاشخاص اللي هم غير مناسبين واللي لهم اشخاص بيساعدوهم او يساهموا بيهم ان هم يوصلوا لكرسي المجلس. لا، انت هتدي الشخص اللي انت شايف ان هو صح والشخص المناسب للمكان المناسب، وبالتالي انت صوتك هيفرق. هتدعم بيه الديمقراطيه، هتدعم بيه الدوله المصريه، هتساعد في ان احنا نوصل لمجلس شيوخ محترم. هذا المجلس يساهم ويساعد فعلا في تعزيز الديمقراطيه واقامه الديمقراطيه.
ده صوتك ده مهم. ما يعني زي ما قلت لحضرتك قبل كده، الناس اللي بتقول لا انا صوتي مش هيفرق، لا هيفرق. لا انا لأن جبتها، انا جبتها من ناحيه محتاجين. دكتور خالد، انا جبتها من ناحيه تانية، ان هذا الصوت هو واجب وطني مقدس لابد انك انت تقوم بيه. بعيد بقى عن هو هيفرق، أو احنا اتكلمنا في نقطه ان هو هيفرق او مش هيفرق، لا هو هيفرق طبعا يعني، ولكن ازاي ان فعلا صوتك ده واجب وطني، انت راجل مصري او ست او امراه مصريه، ودورك الوطني هنا اللي المفروض لازم تقوم بيه. طبعا هو حضرتك هو لازم يشعر المواطن ان هو واخد لقب اسمه مواطن. مواطن معناه والوطن له حق عليك. معناه ان حضرتك بتنتمي لوطن. هذا الوطن انت متواجد فيه، بالتالي حضرتك عايش على ارضه، لازم تسهم في تعزيز واقامه الديمقراطيه في هذا الوطن، لازم تساعد الوطن ده على الرقي، لازم تقف مع دولتك اللي هي بتحافظ على تراب الارض، وبتحافظ على وجودك ووجود غيرك في الارض دي، وما حدش يعتدي علينا. فوطنك ليه حق عليك، حقه عليك ان حضرتك تروح تدي بصوتك في الانتخابات، وده شيء بسيط جدا بيطلبوا منك الوطن، ما بيطلبوش منك حاجه كبيره، انك تدي صوتك وانك انت تتواجد في اللجان الانتخابيه وتدي الحق ده للدوله. ده شيء لازم يسهم كل مواطن فيه. تمام. التعريف بمجلس الشيوخ قانونيا ودستوريا. هو طبعا مجلس الشيوخ طبعا زي ما قلت لحضرتك هو الغرفه الثانيه من البرلمان. البرلمان عندنا منقسم لغرفتين، غرفه اللي هي مجلس النواب، والغرفه الثانيه هي مجلس الشيوخ، وكان في السابق يسمى مجلس الشورى. وطبعا زي ما قلت لحضرتك ان هو في التعديلات الدستوريه في 2019 الدوله قامت بوضع فصل خاص بمجلس الشيوخ. المجلس الشيوخ هدفه ايه؟ تسويد دعائم الديمقراطيه، الحفاظ على الحقوق والواجبات المواطن، احترام سياده القانون، ترسيخ مبادئ الديمقراطيه وتسويدها. مجلس الشيوخ هذا المجلس المحترم له دور عظيم جدا كهيئه برلمانيه بتساعد الدوله. اولا حضرتك احنا عايزين نقول تشكيل مجلس الشيوخ ايه؟ مجلس الشيوخ بيتكون من 300 عضو. تلتين وتلت. التلت الاولاني قوائم، التلت الثاني فردي، التلت الثالث رئيس الجمهوريه. لا رئيس الجمهوريه تعيين بيعينه. طبعا التلت الاولاني اللي هو القوائم ده بيكون من خلال، احنا عندنا في 4 قوائم موجوده في مصر. 4 قوائم. القائمه الاولانيه اللي هي القاهره ووسط وجنوب الدلتا، هذه القائمه لها 37 صوت مقسمه على حسب المحافظات بتاعتها. القائمه الثانيه 37 صوت اللي هي الجيزه والصعيد ووسط الصعيد وجنوب الصعيد، دول 37 مرشح او طبعا عضو. القائمه الثالثه اللي هي شرق، اللي هي الشرقيه 13 عضو. عندنا 27 دايره موجوده في الدوله بال 27 محافظه. بيتقسم كل محافظه على حسب اعداد المواطنين فيها، باعداد الاشخاص اللي هم اللي لهم حق التصويت ايضا. لا طبعا احنا عندنا 65,000 شخص من حق التصويت. لكن انا بقول لحضرتك انا 65 مليون ولا 65 مليون 65 مليون شخص من حقه ان هو يصوت في الانتخابات. بيقول لحضرتك ان احنا مثلا في المحافظه الغربيه لها 5 مثلا، من حقهم ان احنا نرشح 5 لانتخابات مجلس الشورى. محافظه مثلا زي نفس العدد. يعني حضرتك بتتكلم على الناخبين ولا المرشحين؟ لا المرشحين اللي هم هيخشوا المرشحين اللي هم خلاص هيبقوا اعضاء. اللي هم هيبقوا اعضاء. احنا دلوقتي احنا بنقسم الدوائر بتاعتنا الفرديه 27 دايره 27 محافظه. هل دي مش بترجع للكثافه السكانيه في المنطقه؟ الكثافه السكانيه طبعا. التوزيع الجغرافي التوزيع الجغرافي يعني زي مثلا محافظه زي شمال سيناء وجنوب سيناء لها صوت واحد، كلها مرشح واحد او عضو واحد، عضو برلمان مجلس الشيوخ واحد، دي او دي. لكن بقيه المحافظات لها اعداد، يعني القاهره مثلا لها 11، الجيزه لها 9، على حسب الكثافه السكانيه اللي موجوده فيها، ويتم اختيارهم على هذا الاساس. فاحنا مثلا في الغربيه لنا 5 هيخشوا مجلس النواب مجلس الشيوخ ان شاء الله من المرشحين المتقدمين للانتخابات.
دول بيشكلوا اللي هو الهيئه البرلمانيه الخاصه بمجلس الشيوخ. يبقى احنا عندنا في 100 قوائم، 100 فردي، 100 رئيس الجمهوريه. طيب انا في عندي مبدا اساسي. ايه هو المبدا الاساسي؟ ان في 10% من كل الاعضاء دولت يكونوا من المراه. 10%. طب دي بتيجي ازاي؟ والله احنا عندنا بالنسبه للقوائم اللي هي مثلا القائمه اللي هي 37 في 7 اشخاص بيكونوا من المراه، في القائمه اللي هي 13 بيبقى في 3 مراه. طيب رئيس الجمهوريه برضه ال100 اللي بيحطهم لازم يكون فيهم 10% من المراه. اذا في كل تلت في 10% بالنسبه للمراه. رئيس الجمهوريه الاشخاص اللي بيختارهم اول حاجه مهمه جدا لازم ان هو ما يكونش يترشح في الانتخابات وسقط. اذا هناك شروط لابد ان تنطبق. يعني رئيس الجمهوريه لما يعني يوافق على دخول شخص او ان هو يقدم للبرلمان اشخاص اللي هو هيوافق عليهم ان هم يخشوا اللي هو هيختارهم رئيس الجمهوريه، لازم اول حاجه ما يكونش ساقط في الانتخابات، يعني ما يكونش دخل في الانتخابات وسقط. لو دخل في الانتخابات وسقط ما يخشش. رئيس الجمهوريه ما يحطوش. لازم يكون تتوفر فيه كافه الشروط الخاصه بمجلس الشيوخ. لازم يكون ما يزودش عن الاكثريه البرلمانيه اللي موجوده. يعني زي مثلا حزب من الاحزاب اخذ اصوات وصلته ان هو خد اكثريه برلمانيه. ما ينفعش رئيس الجمهوريه يحط اكثريه برلمانيه يزود بيها حزب اخر. لا، لازم يكون الموجودين في ال100 اللي هو يختارهم يكونوا من ما يزودوش النسبه الانتخابيه لو هو هيختار من الاحزاب. يعني حضرتك تقصد انهم ممثلين عن كافه طوائف المجتمع؟ هو طبعا هو الحقيقه ان رئيس الجمهوريه من الانتخابات السابقه وهو بيختار شخصيات عامه لها دور سياسي ودور مهم جدا. بالظبط. سواء كان دور اقتصادي، سواء كان دور اجتماعي، يعني متخصص اكثر تخصصا. يعني هو الحقيقه ان هو يعني بيختار الاشخاص اللي هو صعب ان هم يخشوا في المعترك الانتخابي. وبالتالي هم بيكون وجودهم في مجلس الشيوخ بيدعم المجلس الشيوخ، لان انا محتاج مثلا ناس في الاقتصاد، هو يحط ناس في الاقتصاد، ناس محتاجين ناس في السياسه، بيحط ناس في السياسه. هو طبعا بيختار بعض رجال الشرطه واللي لهم تاريخ طبعا المعاش. بالظبط. واخد بالك؟ بيختار بعض رواد القوات المسلحه المؤهلين للمعاش، بعض اعضاء القضاه اللي هو حل للتقاعد. كل دول بيختارهم رئيس الجمهوريه ويحطهم من ضمن ال100 اللي هو بيكونوا عدد الاشخاص المقيدين في مجلس الشيوخ. إذن هناك دور هام جدا بالنسبة لمجلس الشيوخ على مدار التاريخ. برضو نوضح للمشاهد أيضا صلاحية مجلس الشيوخ القادمة إن شاء الله. هو طبعا الدستور والقانون حدد إيه هي اختصاصات مجلس الشيوخ. زي ما قلت لحضرتك هو بداية التزامه بتسويد دعائم الديمقراطية. التزامه بان حضرتك النهارده ان هم مثلا لو في مثلا اقتراح بماده او اكثر، هي الحكومه بتعرض على مجلس الشيوخ ومجلس الشيوخ بيدرس وفقا للدستور، وبعد كده يتم ارسالها لمجلس النواب لمناقشتها ايضا. هو طبعا في بدايه هو يعني هو في هنا حاجه لمجلس الشيوخ ان هو لا يجوز مساءله رئيس الوزراء والوزراء امام مجلس الشيوخ. وده طبعا لان هو مجلس النواب هو اللي من حقه ان هو يسيس مختص بمساءله رئيس مجلس الوزراء والوزراء. طيب انا كمجلس الشيوخ من حق ان انا اعمل ايه؟ اولا الموازنه العامه للدوله، الموازنه الخاصه بالتنميه الخاصه بالاقتصاديه والاجتماعيه الخاصه بالدوله. بالنسبه للقوانين وخصوصا القوانين المكمله للدستور، لا يجوز ان قانون مكمل للدستور يتم مناقشته بدون الرجوع لمجلس الشيوخ. ودي انا فاكر ان في واقعه حصلت من سنوات طويله لما كان مجلس الشيوخ الشورى موجود وجه مجلس النواب في جلسه مسائيه ووافق على قانون البلطجه، والقانون فعلا تم تنفيذه. فوجئنا في دعوه اترفعت قدام المحكمه الدستوريه العليا واترفض القانون ده، وتم فعلا الغاء القانون بالرغم ان البرلمان وافق عليه او مجلس ساعتها الشعب وافق عليه، وتم اقتراح وتم اعاده ثاني للقانون لمجلس الشيوخ. طيب يعني اسمح لي يعني في هذه المقاطعه وزميلي ايهاب سعيد من مدرسه التربيه الفكريه طنطا. مساء الخير ايهاب، ويا ريت تضعنا في الصوره وتشرح لنا الوضع بالنسبه لسير العمليه الانتخابيه لمجلس الشيوخ.
تحياتي لك زميلي العزيز. تحياتي لك زميلي العزيز وائل وللسادة الضيوف الكرام وللسادة المشاهدين. احنا حاليا موجودين في لجنة مدرسة التربية الفكرية بطنطا. طبعا احنا النهاردة يمكن باقي ساعات قليلة ويغلق باب التصويت على المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ. يمكن الكل بيتهافت على الإدلاء بصوته منذ الصباح، في ازدياد عن أمس في التواجد للمواطنين للإدلاء بأصواتهم داخل اللجان في محافظة الغربية. العملية التصويت مستمرة، ويمكن بعد ساعة الراحة في ازدياد في الأعداد داخل اللجان. أحب أضيف زميلي وائل أن يمكن الكل بيشارك في العملية الانتخابية، من شباب، من سيدات، من كبار سن، الكل بيشارك في العملية الانتخابية. الأمن متواجد خارج اللجان وداخل اللجان، في هتافات وفي سيارات تجوب الشوارع بتحث المواطنين وبتشغل الأغاني الوطنية للإدلاء بأصواتهم داخل اللجان في محافظة الغربية. فالحمد لله يعني العملية تسير على ما يرام منذ فالحمد لله يعني العملية تسير على ما يرام منذ الصباح، ويمكن كما ذكرت يمكن باقي ساعات قليلة ويغلق باب التصويت، ويمكن في زحام خلال الساعات الأخيرة من التصويت داخل اللجان زميلي وائل. سعيد من مدرسة التربية الفكرية بطنطا، ونقل لنا سير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، وكل الشكر لكافة مراسلينا على مستوى محافظات الدلتا الخمس. هرجع لضيف الكريم اللي هو دكتور خالد مصطفى إدريس، مساعد مدير أمن كفر الشيخ سابقا وعضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، ونرجع لمجلس الشيوخ عندما توقفنا. طبعا زي ما قلت لحضرتك، هو الالتزام بتاعهم كمجلس الشيوخ ان هو حضرتك النهارده بيتعرض عليه مشروعات قوانين او قوانين مكمله للدستور، بيتم مناقشتها والموافقه عليها واحالتها لمجلس النواب لاخذ الراي النهائي او الموافقه عليها. طبعا من ضمن الحاجات ان رئيس الجمهوريه ساعات بيحلهم موضوعات ان هو يتم طرحها قدامهم، وبخاصه كانت تتعلق بالسياسه العامه للدوله او سياسه الدوله الخارجيه. وفي حاجه مهمه جدا الدستور نص عليها اللي هي خاصه بالمعاهدات اللي خاصه بالحلف، لما يكون في الدوله عايزه تقيم حلف مع اي دوله اخرى، او خاصه بامور السياده الخاصه بالاراضي المصريه، لازم يتعرض على مجلس الشيوخ ليتاخذوا رايه فيها. فمجلس الشيوخ ليه عليه متطلبات كثيره جدا وعليه اعباء كثيره، وله دور هام وله جدا. دور هام جدا. يعني انا ذكرت في البدايه له دور هام في عمليه التنميه والاستقرار والازدهار، وفي نفس الوقت له دور يعني مؤثر وفعال بالنسبه لتعاونه ايضا مع مجلس النواب. في الحقيقه انا يعني اشكر ضيفي الكريم اللواء دكتور خالد مصطفى ادريس، مساعد مدير امن كفر الشيخ سابقا وعضو هيئه التدريس باكاديميه الشرطه. شكرا جزيلا يا فندم على الحضور. ومشاهدينا ما زلنا نتابع مع حضراتكم سير العمليه الانتخابيه على مدار الساعه في كافه محافظات الدلتا الخمسه. تابعونا. مشاهدينا الاعزاء ما زلنا معكم